طيب دكتور سليم، يعني المرأة اختفت تقريبا من البرلمان، هل ستختفي من الوزارات إن وصلت لرئاسة الجمهورية؟ شوف سيدي، المرأة الصالحة كالرجل الصالح. إذا كان هناك منافسة بين رجل وامرأة لن يتقدم الرجل لمجرد أنه رجل ولا المرأة لمجرد أنها امرأة، إنما يتقدم الأكفأ. وانتخابات البرلمان جاءت ب4 سيدات انتخبن أو 5 سيدات انتخبن، ده ما انتخبوش لأن حد شجعهم، انتخبن لأنهن نساء قادرات على العمل البرلماني. أنا في إدارتي إذا كان لي حظ في أن يكون لي إدارة لن أفرق بين رجل وامرأة، لأن ده يعني منهجي الفكري اللي من 100 سنة منشور ومكتوب وليه في كتب ومؤلفات، مش هغيره عشان بقيت في مجال سياسي. بس القاعدة هي الأصلح والأكفأ وليست القاعدة الرجل والمرأة. أنا ضد هذا التمييز، لأن التمييز ده مضاد لخلقة ربنا. ربنا خلق النساء والرجال متساويين، اللي يفرق بينهم هو اللي غلطان. طيب سؤال أخير دكتور سليم، أنا عارف إني طولت عليك، ولكن يعني لدي سؤال: على من تحديدا تعول في انتخاباتك بعيدا عن الشعب المصري؟ يعني صحيح الجميع يعول على الشعب المصري، ولكن على أي مجموعة سياسية ستسعى إلى كسبها للدفع بك إلى كرسي الرئاسة؟ أنا ساع إلى دعم الجميع وتأييد الجميع عبر الخطاب العام الذي أتناوله في وسائل الإعلام وفي المؤتمرات التي أجوب بها مراكز مصر مركزا. وأنا لم أخاطب قوة سياسية بعينها أبدا، وأظن أني لن أستطيع أن أخاطب قوة سياسية بعينها أبدا، لأن أنا ترشحت بناء على طلب ناس من الشعب، أعداد غفيرة من الناس طلبوا مني، قبلت دعوتهم وترشحت. فلا يليق بي أن أخذل هؤلاء وألجأ إلى قوى سياسية بعينها، لكن أنا طالب صوت الجميع، وطالب السلام والمودة مع الجميع، وطالب التعاون الداخلي في الدولة بعد ما تنتهي الانتخابات ويأذن الله لي بالنجاح من الجميع. لأن مصر مش هتنهض بفريق دون فريق ولا فصيل دون فصيل، ولا تنهض بترك أي قادر على المساهمة في نهضتها خارج سياق النهضة. ولكن التكتلات السياسية سيكون لها الدور الحاسم ربما. من حقهم أن يسعوا إلى ما يشاءوا، ومن واجبي أن أسعى إلى إعلام برنامجي الذي يقبله أهلا به، الذي لا يقبله أنا لا لوم لي. دكتور سليم، عايزين نسأل حضرتك ايه رأي حضرتك في النظام البرلماني؟ يعني في مرشح اعلن ان هو مش هيرشح نفسه، هينسحب من الرئاسة في حالة لو بقى النظام برلماني مش رئاسي. كنا عايزين نعرف رأي حضرتك. أنا رأيي إن مصر لا يصلح لها النظام البرلماني حاليا، لأن مصر لا تحتمل رئيسا بروتوكوليا فقط. مصر عايزة رئيس عنده قدرة على القيادة، عنده قدرة على اتخاذ القرارات الصعبة جدا التي سنواجهها، المتعلقة بالأجور والأسعار والصناعة والوظائف والعلاقات الداخلية والدولية. دي قرارات شديدة الصعوبة لا يمكن أن يتخذها رئيس بروتوكولي. كمان مصر مش عايزة ديكتاتور يبقى عنده جميع السلطات في جميع الحاجات من أول الكشافة لغاية الطيران، ما ينفعش. فإحنا عايزين نظام مختلط، نظام برلماني رئاسي. البرلمان عنده فيه شغل داخل الدولة، والرئيس وحكومته من يتعلق منها بالسياسة الخارجية زي رئيس الوزراء، وزير الخارجية، رؤساء المخابرات يشتغلوا في السياسة الخارجية، وكل من الفريقين رقيب على الآخر. الرئيس رقيب على ما يجري في الداخل، والبرلمان والحكومة رقيبة على ما يجري في الخارج. النوع ده من التعاون يمكن مصر من نهضة سريعة لا تدخل فيها صدامات وخناقات ومواقف مش كويسة. طيب كنا عايزين نعرف رأي حضرتك من تمويل منظمات المجتمع المدني. أنت وعدتيني إنك تسأليني السؤال ده إن بابليك في الجمهور، لكن مع ذلك أنا هقول لحضرتك منظمات المجتمع المدني تمول وفقا للقانون، لا يجوز أن تمول في إطار خارج عن إطار القانون. لدينا في مصر قانون اسمه قانون الجمعيات يجب أن ينطبق على الجميع. سقوط الحكومة في عهد حسني مبارك عن الجمعيات الأجنبية كان جريمة ضد القانون، ومخالفة القانون في شأن الجمعيات المسجلة جريمة أخرى ضد القانون. نحن لا نقبل لا هذا ولا ذاك. اللي عايز يمول طبقا للقانون، اللي مش عايز يطيع القانون خلاص يطبق عليه القانون. طيب لماذا لما تصدر القوى الوطنية بيانا بتدين فيه هذا التمويل اللي بيتنافى مع القانون؟ أنا ما أعرفش لماذا لم يصدروا بيانا، بس أنا بقول هذا الكلام من سنة 1976 في جميع المنتديات إن التمويل الأجنبي ينبغي أن يكون في إطار قانوني واضح للشعب المصري. لم يستمع إلينا أحد، دلوقتي بدأوا يسمعوا، كتر خيرهم. طيب ايه الدور اللي حضرتك ناوي تلعبه علشان مصر تستعيد مكانتها كمنبر للإسلام السمح؟ لأن أنا شايفة دلوقتي إن في تصاعد لنبرات تطرف فظيعة مخيفة. يعني أنا بس عايز أقول لحضرتك إن الذي نحن بصدده جد كله لا لعب فيه. أنا مش هلعب في أي حاجة، أنا هشتغل بجد وأسهر بجد وأصحى بجد وأتخذ قرارات بجد، ما فيش حكاية لعب.
تعبير اللعبه السياسيه والدور اللي يلعبه ده تعبير بتاع كره القدم تجيبيه في الملعب. اما هنا فاحنا في السياسه ليل ونهار وجد ليل ونهار. انا ارجو ان يمكنني الله اذا قدر لي هذا الامر اني استعيد الدور الاقليمي بعلاقات حسنه مع دول الاقليم العربيه والافريقيه والاسلاميه وبقرارات تناسب مصالح الشعوب، لان احنا بعدنا كتير قوي عن تحقيق مصالح الشعوب ويجب ان نعود الى دورنا في هذا المجال. لو معلش نكمل بس خليك معلش سؤالين سريعا لقناه الغدير. يعني لو قدر لك ان تصبح رئيسا للجمهوريه كيف سيكون تعاملك مع الدول العربيه لا سيما العراق يعني، وهل تخشى على مصر ان تصبح عراق جديده؟ مصر لن تصبح عراق جديدة تحت أي ظرف من الظروف، ومصر لن تستعمر تحت أي ظرف من الظروف. وأنا في تقديري وفي علمي السياسي المحدود أن جميع الدول العربية قابلة وفاتحة أذرعها لتعاون جاد مع مصر بمن فيهم العراق الشقيق، وحنجدد علاقتنا بكل هذه الدول ونعيد بناءها على الأساس الذي كنا فيه دائما كمصر دولة ذات مكانة في المنطقة العربية والإسلامية. ما الذي يحدث ما بين السنة والشيعة في مصر؟ لا شيء في مصر بين السنة والشيعة أصلا، لا يحدث شيء، لأن أعداد الشيعة أولا محدودة جدا جدا جدا. ثانيا ليس هناك تبشير شيعي منظم في مصر، وإذا كان فيه فأنا أقف ضده بكل قوة، لأن أنا بقول الشيعة والسنة فرقتان من المسلمين بينهما توافق في أصل الإسلام واختلاف في عدد من العقائد، ينبغي لكل منهما أن يبحث عن مواطن الاتفاق ونتعاون فيها ومواطن الاختلاف ونتجنب الحديث عنها. فبهذا الشكل لا يقع أي خلاف بين الفريقين، بس احنا ما نقدرش نضحي بالأمة الإسلامية لأن جزء منها شيعة وجزء منها سنة، ده يبقى عمل غير إسلامي وأنا لا أقبله. هل هناك دول عربية تحاول أن تتدخل في الشؤون المصرية كقطر تحديدا؟ والله أنا لا علم لي، أنا لست في الحكومة ولا السياسة المصرية اليومية، إنما رئيس وزراء مصر صرح بتصريحات معينة عن الدول العربية التي وعدت بالمعونة وهو أدرى بما يقول. أنا محمد سليم العوة ليس عندي دليل على تدخل أي دولة، لا قطر ولا ما أعرفش، قد يكون بس أنا لا علم لي. السؤال الأخير، من هي الدولة العربية الأقرب إلى قلب المرشح المحتمل للرئاسة سليم العوة؟ كل العربي قريبين، كل العربي أهل وأنساب وشائج وأعراق، بيننا وبينهم صلات تاريخية قديمة. نحن نسكن في مصر من 6 قرون قبل الإسلام، أكثر من 30 قبيلة عربية كبيرة. فأنا لبنان مش أقرب إلي من سوريا، وسوريا مش أقرب إلي من العراق، والعراق مش أقرب إلي من عمان، وعمان مش أقرب من موريتانيا. كلهم على مسافة متقاربة واحدة، مش مسافة أنا فيها محايد، لا، مسافة أنا فيها منحاز ومتعصب وقوي وقادر على أن أمد يد العون إليهم وأن أطلب العون منهم، لأن دول أهلي. أنا ليس بين أهلي تفضيل. وأي عون تطلبه لسوريا الآن؟ أن ينقذها الله من المحنة التي هي فيها، لأن قتل الناس بالطريقة الجارية الآن شيء خطير جدا، واستمرار النظام في نسبة كل ما يجري في البلد إلى العصابات القادمة من الخارج أمر يثير التساؤل مع القتلى العديدين اللي بيحصلوا كل يوم. ودي يعني مسألة لا يمكن أن تستمر في أي بلد، يا نظام يسقط يا المقاومة تنتهي. المقاومة واضح أنها مش هتنتهي، والنظام يجب عليه أن يعيد بسرعة حساباته حتى يواجه شعبه بما يريده الشعب لا بما يريده هو. يعني مع الإصلاح وليس مع التغيير بالقوة. لا، أنا مع النتيجة التي يريدها الشعب، يعني أغلبية الشعب السوري. نحن الآن نسمع أخبار متناقضة من هنا ومن هنا. إذا تحقق أن أغلبية الشعب السوري مع إسقاطه يسقط، إذا تحقق أن أغلبية الشعب السوري مع بقائه يبقى. أنا لا مصلحة لي في سوريا، الشعب السوري قرر، دي مشكلة شعب مش مشكلة دون تدخل خارجي. يجب أن لا يكون هناك أي تدخل خارجي، وأي تدخل خارجي وعمل استعماري أنا سأقف ضده. شكرا.